السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده معايا دقيق ونص وكبد و3 علب جلاش وكيلو من اللبن وكمية البصل اللي انتم شايفينها دي. انا غسلتها اهي زي ما انتم شايفين. غسلت القناص كده الاول، هضربها في الكبة. طبعا انا عارفة اللي يشوفني اول مرة هيستغرب على الطريقة دي، بالعكس بصي هتحول الكبدة والقنصة دي بصي لحمة مفرومة. هنا بعد ما ضربت القنصة كويس غسلت الكبدة اهي. طبعا كنت رش عليها ليمون وكده. هحطها هنا بعد ما غسلتها. نزلت فرمت القنصة الاول وبعد كده نزلت عليها بالكبدة. طبعا معايا حلة على النار مسخناها، هنزل فيها طبعا واحط كمية الفلفل اللي انتوا شايفينها دي برضو. هنا كده خلاص حطيت هنزل اللي في الكبة كله زي ما انتوا شايفين كده، وادي لها بقى تقليبه كويسه كده لغايه ما توصل للون اللي انا عايزاه، اما لونها يتحول خالص. وبعد كده يا حبايب قلبي هجيب البصل، هفرم البصل وهنزل بيه دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا يعني هتشوف دلوقتي هعمل ايه في الجلاش. هنا نزلت بالفلفل برضو اللي انا وريتهولكم. الفلفل على فكرة بيديها طعم وريحة. وهنا عملت كم حبة طماطم كده، عملتهم عصير يعني ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم. هنا معايا معلقة صغيرة من الشطة ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة ومعلقة من السبع بهارات، بس مش هحط غير كده. هنا زودت الشطة كمان شوية عشان كنت عايزاها حراقة. ومعايا هنا الملح كده بقى خلاص، هي قربت يعني يعتبر جاهزة معايا. شايفين ما شاء الله كأنها عصاج لحمة. هنا معايا الصاج فيه سمنة، خليط ما بين السمنة والزيت. وهنزل هنا شايفين انا فتحت علبتين بس، وهخلي التالتة دي اعملها في صينية لوحديها. طبعا انا بقول لكم هنا ان انا بستخدم جلاش روتانا، والسمنة ده خليط سمنة على زيت، وحاطة فيه كيس بيكنج بودر اللي هو كيس البيكنج بودر بتاع الكيك، البيكنج بودر اللي هو بتاع الكيك يعني. طبعا اللي انا بحطه في للسمنة هنا او في الزيت للجلاش، لانه بيدي توريقة حلوة قوي للجلاش. وكمان لو معاك معلقة نشا بتبقى تحفة. هنا زي ما انتم شايفين كده هرصه بنفس الطريقة. هنا رصيت علبة وهنزل عليها بخليط اللي هو هنقول بقى العصاج مش الكبدة، ماشي. هنا فرشته في الصاج كله زي ما انتوا شايفين. يعني ده نسميه العصاج الكذاب، مش بيقولوا في حمام كذاب؟ هنا بقى ده العصاج. انا هنا خلصت ورصيته. ما اعرفش هو التليفون كان فصل ولا ايه. لما قطعت الصاج كده خرطته ودخلته الفرن زي ما انتوا شايفين، ودخلته دقيقتين وطلعته تاني. حطيت عليه لبن، انا مش بحط بيض على فكرة في اللبن، هي معلقة فلفل اسود وخلاص. نزلت بقى باللبن على الصاج. شايفين هنا ما كانش عندهم صبر لدرجة التليفون فصل مني. دي العلبة اللي كنت بقول لكم عليها. معلش بقى انا اسفة ما وريت لكمش الصاج اما خرطته. هفضي هنا زي ما بقول لكم في العلبة دي. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ لان بصراحة كان جوزي يعني ماشي على الشغل وحطيت له في العلبة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله انا عايزه اقول لكم هو مش حاطه له بيض خالص. وشايفين شكله ولونه عامل ازاي؟ بألف هنا طبعا للي اكله. هنا بقى خلاص كنت بوريكم بقى انا بحط ايه في العلبة. هنا هكملها.
يعني يا حبايب قلب الصاج اللي انتوا شفتوه ده ما شاء الله خد علبتين، ودي كانت العلبة التالتة. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة يا حبايب قلبي.